تسريب تيشيرتات ليفربول وتغيير بسيط في تيشيرت يوفنتوس، وتسريب الشكل النهائي لتيشيرت مدريد الاساسيه، واكتر من كده بكتير في حلقه التسريبات للتيشيرتات الموسم 23/24 الجزء الثاني. بس قبل ما نبدا ما تنساش سبسكرايب واللايك والشير للفيديو عشان ما يفوتكش اي تسريبات واي معلومات عن تيشيرتات الكوره. ولو عجبك تيشيرت الارجنتين اللي ورا دي مختلفه جدا ونفسك في تيشيرتات مختلفه كتير، يبقى هو مكان واحد بس اللي تروحه، وفورزا ستور راعي القناه اللي هتلاقي اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. انزل واتفرج واكيد هتشتري حاجه عشان عندهم حاجات مختلفه جدا ومش عند اي حد. ومش بس كده، هم كمان عندهم تيشيرتات قطن بديزاينات مختلفه ومتميزه جدا لكل فرق اوروبا. ولو قلت لهم انت جاي من عندنا هتاخد خصم على التيشيرتات القطن. لينكاتهم تحت في الديسكريبشن. انزل واتفرج وهتنبسط. من غير كلام ورغي كتير يلا بينا على التسريبات. وهنبدا بالدوري الانجليزي ومع ليفربول اللي اتعودنا على ليفربول من السنه اللي فاتت ان بيتسرب لها التيشيرتات بالصور رسميه من قبل ما الموسم يبتدي بكتير قوي. فالسنه دي كمان نفس القصه، اتسرب لها التيشيرت الاولى والاحتياطي والثالثه واطقم التدريب واطقم ما قبل المباراه. فليفربول عرفنا عنها كل حاجه بسرعه جدا. فالتيشيرت الاساسيه كالعاده هتيجي بسيطه جدا، هتيجي باللون الاحمر الساده واللي هي على شكل دايره كده عاديه جدا باللون الابيض، واخر الكمين في خطين كده حوالين الكم بالرفيع باللون الابيض. تيشيرت بسيطه وما فيهاش اي لعب ولا اي فكره، ولكن من ساعه ما نايك بقت مع ليفربول وتعودنا على البساطه شويه. اما عن التيشيرت احتياطي ليفربول، فنايك كالعاده مع ليفربول من ساعه ما مسكتها بتعمل حاجه زي القرف في التيشيرت الاحتياطي. فالتيشيرت جاي لنا باللون الابيض، من قدام متقسمه 4 مربعات كده، مربعين عكس بعض باللون الاخضر ومربعين بعكس بعض باللون الابيض، ومن ورا نفس الديزاين ولكن في حته بيضه فاضيه للاسم والرقم بتاع اللاعب، واللي هي حاجه بصراحه سيئه جدا. والتيشيرت الثالثه ليفربول دي اللي لسه ما شفنا لهاش صور رسميه او صور على ارض الواقع او صور حقيقيه، ولكن التسريبات بتقول ان التيشيرت دي هتجيلنا باللون الموف، والديزاين بتاعها متكون من خطوط رفيعه كده بالطول فيها درجات للونين من الموف، واللي في الصور بصراحه مش سيئه قوي زي الاحتياطي. ومع اليونايتد فالتيشيرت الاساسيه هتجيلنا باللون الاحمر، فيها جزء في اللياقه كده بالابيض والاسود وجزء في الكم بالابيض والاسود. وكل تيشيرتات اديداس السنه دي هتكون بنفس تمبلت او ديزاين او فكره تيشيرتات اديداس في كاس العالم. التيشيرت بسيطه وشكلها حلو وما فيهاش لعبه قوي بصراحه. اما مع توتنهام فالتيشيرت هتجيلنا باللون الابيض، ولكن منطور فيها كده بيكسلات وخطوط وحاجات باللون الرمادي، والجزء بتاع نايك الاسترتش من قدام كده هيكون موجود في التيشيرت دي باللون الاسود، وفي طرف الكمين هيكون في جزء رفيع كده باللون الاسود، واللوجوهات هتكون بتعكس الاضاءه شويه كده شبه فكره تيشيرت برشلونه الاحتياطي من موسم او 2. ومع الدوري الاسباني فتيشيرت ريال مدريد خلاص ظهر لها صور حقيقيه وبتاكد التسريبات اللي كنا قلناها في الجزء الاول. التيشيرت الاحتياطي لمدريد مفيش صور رسميه ليها، ولكن التسريبات بتقول ان هي تيجي باللون الكحلي وتفاصيل باللون الاصفر او الذهبي. والتيشيرت الثالث لمدريد ظهر لها صور كده، ولكن الصور دي مش اكيده، ولكن الصور بتبين لنا ان التيشيرت دي هتكون باللون الذهبي لاول مره في تاريخ مدريد. والدوري الايطالي مع يوفنتوس ظهر تسريب جديد للتيشيرت الاساسيه اللي كنا اتكلمنا عليها في الجزء الاولاني، ولكن في الجزء الثاني حصل تغيير، وهي ان الخطوط الرفيعه السوداء مش هتكون خطوط ساده، ولكن هتكون خطوط على شكل كده الحمار الوحشي، مش خطوط ساده كامله. واتاكدت تسريبات التيشيرت الاحتياطي اللي اتكلمنا عليها في الجزء الاول، وظهر للتيشيرت صور حقيقيه من ارض الواقع. اما التيشيرت الثالثه فالتسريبات بتورينا انها هتيجي بسيطه جدا وسيمبل جدا باللون الاسود، واللي هي مدوره باللون الابيض واخر الكمين باللون الابيض. بعد كده التيشيرت الاساسيه لروما اول سنه ليها مع اديداس هتجيلنا بتيشيرت زي ما قلنا نفس تمبلت اديداس في كاس العالم بالوانها التقليديه اللون النبيتي والتفاصيل باللون الاصفر. ومع الدوري الفرنسي واتكلمنا في الجزء الاول برضو عن التيشيرت الاساسيه، ولكن في الجزء الثاني هنتكلم عن التيشيرت الاحتياطي اللي جاي باللون الابيض، وهتكون من نايك مش اير جوردن، واللعب كله هيكون في الكمين، الكم اليمين باللون الازرق وطالع كده لحد ما يوصل للابيض، والكم الشمال باللون الاحمر وطالع برضو لحد ما يوصل للون الابيض. وباقي التيشيرت ابيض سيمبل ساده ما فيهاش اي حاجه. وبس كده، دي كانت اهم تسريبات الجزء الثاني من تيشيرتات موسم 2023/2024. لكنك اعمل سبسكرايب تحت عشان اي فيديو جديد من تسريبات او معلومات او قصص او اي حاجه احنا بننزلها يوصل لك اول واحد. شكرا انك شفت الفيديو، اشوفك في فيديوهات تانية كتير. سلام.